من اعلى التل الى استوديوهات التلفزيون. المهم ده كيلفر هومان ولد من بيرو عنده 15 سنة بس عنده حلم، وحلمه ده كان لا يسافر 18 ساعة كاملة عشان يغطي النهائي بين فلامينجو بالميراس ويمارس فيه هوايته المفضلة وهي التعليق على الماتشات. ولما وصل الملعب اتمنع من الدخول لانه معهوش كارنيه يثبت ان هو معلق رياضي ولا حتى معاه تذكره، لكن ما استسلمش لانه شاف مشجعين بيطلعوا على تل بيطل على استاد المونيمنتال فقرر يعمل زيهم، وفعلا وصل لاعلى التل وحط موبايله على الترايبود وبدا يعلق على نهائي كوبا ليبرتادوريس كانه معلق رسمي للماتش. المفاجاه بقى ان البث اللي عمله وصل عدد مشاهدينه في اللايف وقتها ل 47,000 مشاهد، وعدد المشاهدات الاجماليه عدى ال 10 مليون على كل المنصات عشان تنتشر القصه ويبقى ترند وحديث الساعه لحد ما تيجي اهم لحظه في حياته وهي تحقيق حلمه، لانه جات له الفرصه انه يعلق على الشوط الثاني من مباراه مذاعه لايف في الدوري البروفي. فاجتهد واسعى وسيبها على الله.